أهلا وسهلا بيكم في قناتنا غواص في بحر الفلك. معاكم رشا سامي. الحلقة دي هنتكلم عن صفات الكواكب زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت. صفات الكواكب مهمة جدا علشان أعرف مكان كل كوكب في بيتي من البيوت ال 12 اللي أنا شرحتها لكم الحلقة اللي فاتت، اللي قلت لكم إن كل بيت بيرمز لحاجة في حياتي أنا. وقت ميلادي بتتحدد بعرف بيها وجوده هيأثر عليا ازاي وهيعمل احتمالات عاملة ازاي. تمام. صفات الكواكب هم 8 كواكب، من اول عطارد لبلوتو. يعني علماء الفلك يعني حديثا طلعوه من المجموعة الشمسية. كنا بندرسه واحنا صغيرين، بس في الجيل الجديد ده شالوه لهم من المناهج. كوكب بلوتو علشان قالوا انه كوكب قزم، كوكب بيدور بشكل غريب شوية في المدار بتاعه حوالين الشمس. شوية ساعات يعني بيحصل تقاطع بينه وبين كوكب نبتون اللي قبله. فهو لقوا ان صفاته يعني ممكن تبقى مستبعدة انه يكون كوكب، سموه كوكب قزم او اقرب انه يكون نجم فمشوه. لكن في علماء الفلك اللي في المجال الشخصيات دي والصفات قالوا انه ليه تأثير قوي جدا 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 بلوتو. فلازم نقول صفات كوكب بلوتو بالمرة. فهنبتدي بعطارد. صفات كوكب عطارد: هو المسؤول عن التواصل البشري، كل ما هو اتصالات ومهارة الاتصالات اللي بيدعمها كوكب عطارد. هم حتى بقى بيقولوا ليه علاقة بكل الأجهزة الإلكترونية، موبايلات والتليفونات والتلفزيونات والإعلام، هو اللي مسؤول عنها كوكب عطارد. يعني أي حاجة فيها تواصل كوكب عطارد اللي بيبقى حاكمها شوية. برضو هو ليه علاقة بالذكاء ومهارة الرياضيات والحساب. هو شوية نقول عليه كوكب العقل، يعني فالعقل والتواصل. تمام. هو بيحكم برجين على فكرة، يعني هو حاكم لبرجين، يعني مأثر في صفات برجين: برج الجوزاء والعذراء. لو لاحظتوا هتلاقوا الجوزاء والعذراء ذهنهم حاضر، أذكياء شوية، عندهم ذكاء. الجوزاء أذكياء جدا، العذراء مفكرين كويسين جدا وبيحللوا كويس قوي. ده تأثير كوكب عطارد. وجوده بقى في بيت من بيوت ال 12 ليه بيكسبك صفات. تمام. حسب بقى البرج اللي موجود فيه ومكانه هيقول لك انت واخد صفات ان انت تواصلك الاجتماعي، مهارة التواصل عندك عاملة ازاي. كوكب الزهرة، وده كوكب الجمال، الرومانسية والحب والطبيعة وطاقة الأنوثة، يعني بيأثر على الستات بشكل معين. هو يعني فينوس هو إله الجمال، زمان كانوا بيعبدوه ان هو إله الجمال. طبعا هو برج كويس، يعني تأثيراته حلوة. حسب موضوعه بقى بيأثر في حتة حبك للطبيعة وحبك للجمال والرومانسية وتذوقك للفن والكلام ده كله، والرقة شاعرية اللي عندك، الرفاهية كمان على فكرة، حبك للرفاهية. يعني لو انت حد بتحب تلبس سنيهات فكوكب الزهرة مأثر فيك. تمام. طيب المريخ طاقته عنيفة جدا، طاقة العاطفة المندفعة قوي، الحرب والعنف، يعني الحروب كلها من طاقتها جاية من المريخ وموضع المريخ. طاقة الذكورة، لأن هي بتحكم في طاقة الذكورة، وبرضو الآلات والأسلحة والحاجات دي. فهو شوية ليه علاقة بالعنف اللي جواك. مكانه هو اللي هيحدد انت عنيف ولا لا، مندفع ولا لا، عاطفتك جياشة وممكن تبوظ الدنيا بسبب عواطفك ولا لا، كده يعني. المشتري، وهو ده احلى كوكب، يعني تأثيراته رائعة. وهو كانوا زمان بيقولوا عليه كوكب الحظ. هو مسؤول عن كل ما هو مثلا الثراء، الشهرة، الحظوظ الكبيرة، الفرص، العدل في الدنيا، الدين، الفلسفة، التفاؤل، التوسع في كل حاجة. فهو مكانه لو كان كويس هتكون شخص، يعني عندك بيقول انك تبقى محظوظ قوي ومتفائل كده دايما، فبيجي لك الخير. تفائلوا بالخير تجدوه. فهو بيكون شخص متفائل، يعني اللي بيأثر فيه كوكب المشتري بشكل معين، المشتري او المشتري جوبيتر. يعني زحل
ولنا هنا وقفة، لأن زحل كان يقال عليه قديما يعني كوكب النحس الأكبر. العلماء حبوا يحسنوا صورته شوية، قالوا عليه المعلم الصارم. صفات كوكب زحل إن هو فعلا بيقولوا عليه نحس، هو مش نحس، هو صارم. يعني كل ما هو علاقة بإن أنت تبقى فيه روتين وقيود وحاجة بتحجم الواحد كده شوية، هي ليها علاقة بطاقة زحل. تمام. الروتين، الرولز القوية شوية اللي هي لازم تتبع بصرامة. تمام. دي ليها علاقة بكوكب زحل. وملحقة بيها بقى الشعور العام بالكآبة والحزن. تمام. هو كوكب برضو ليه علاقة بإن أنت تتحمل نتيجة أخطائك، فوجوده بقى في أماكن معينة بيعمل طاقة الإحساس ده، إنك أنت أنا اللي كنت غلطان، أنا اللي حزين، أنا دايما حاسس بالذنب أو كده. فده بيبقى زحل يعني. أورانوس كوكب الحرية، الثورة، التمرد، الخروج عن المألوف. ده أورانوس، الثورة التكنولوجية. بيحب يعني اللي بيتحكم فيه أورانوس ده بيبقى حد يعني بيحب حريته جدا، ما بيحبش حد يأيده خالص، وأي ظلم بيتمرد فورا. تمام. نبتون بقى كوكب الروحانيات، كوكب الماورائيات، التأمل، الحاسة السادسة، الخير والتبرعات والفن والموسيقى والوهم والخيال الواسع وميول الإدمان. يعني هو عنده جانبين جانب كويس وجانب وحش. نبتون يا إما حد يبقى ملحد من قلة من كتر ما هو أطلق يعني تفكيره للعنان قوي، يا إما حد متدين جدا، ويا إما حد بيؤمن شوية بالحاجات المرعبة والخرافات. بصراحة أنا مثلا بحس إن كوكب نبتون بيتحكم فيا فعلا في مزاجي قوي، لأن أنا بحب الحاجات دي جدا فعلا. بس هو الخطر فيه إنه هو اللي بيتحكم فيهم كوكب نبتون عندهم قابلية للإدمان. إدمان أي حاجة بقى، الإدمان أنواعه كتير، مش لازم إدمان حاجة معينة على فكرة، مخدرات بس لا. بلوتو السيطرة، الهوس، الخوف، السكس، الجنس، طاقة الهدم والبناء، اللي هو الشخص اللي بيحب ينسف كل حاجة ويبنيها من أول وجديد. زي مثلا حسن أرابيسك كده في تمثيلية أرابيسك في الآخر لما هد فيلة الدكتور ده علشان يطلع بواحدة من أول وجديد على مزاجه. ده طاقة بلوتو، دي طاقة بلوتو. تمام. وجود الكواكب دي بقى بيأثر فينا في أماكن معينة في حياتنا. تمام. بيأثر في شخصيتنا وتكوينها. فأنا اللي أنا عايزة أقوله لكم إن هو زي إيه، زي بيت بيتبني ليه أساس وحاجة تتحط فوقيه تكمل الشكل، وحاجة تكمل الشكل لغاية لما تتبني العمارة اللي هي العمارة اللي هي شخصيتك، طبيعتك الحقيقية وقت ما تتولد. ده اللي غالب على طبعك، وتكتسب صفات بقى من المجتمع والبيئة والتربية والكلام ده تكمل بقى على شخصيتك. ده مش معناه ان في حد بيتولد على فكرة مريض نفسي، لا، كل واحد لينا فيه ليه طبع، بس لما يستخدم غلط هيربي عقد وهيربي حالات مش كويسة. فمهم ان الانسان يعرف طبعه الاصلي ايه من خريطته الفلكية. انا مؤمنة جدا ان ليها تأثير، احب ان انا اعرفه ويبقى عندي فضول ان انا اتعلمه. وده كله الكي بتاعته ساعة الميلاد. هنتكلم ان شاء الله عن برضو صفات الابراج نفسها، لان طبعا هي معلومة قديمة بس هي لازم تتجدد، لان في ناس بتنسى، وعايزين نعرف صفات كل برج باستفاضة شوية. فهنتكلم ان شاء الله في الحلقات الجاية على كل برج صفاته ايه، وبعدها نحاول نتخيل بقى الميكسات دي. يعني لو انا مثلا حوت الصاعد بتاعي اسد، هتكون شخصيتي عاملة ازاي كده يعني. فإن شاء الله يعني تكونوا بس فهمتوا اللي اتشرح، وأتمنى أنتوا تلاقوا كل جديد وكل بسيط مفهوم بالنسبة لكم معانا. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. رشا سيف.